ليه بنهرب من نفسنا؟ ليه أول ما نقعد لوحدنا نحس بتوتر؟ ليه الصمت بقى تقيل مع إن المفروض يكون راحة؟ الغريب إننا ممكن نستحمل ضغط الشغل وزحمة الناس ومشاكل الدنيا، بس ما نستحملش قعدة هادية مع نفسنا. أول ما نسكت نمسك الموبايل، نفتح أي حاجة، نكلم أي حد، ننام، نلهي نفسنا بأي طريقة، مش علشان ملل، علشان خوف. العقل البشري ذكي، بس أحياناً ذكي زيادة عن اللزوم. هو عارف إن المواجهة معناها إنك تشوف حاجات كنت بتتجاهلها بقالك سنين، وجع قديم، غضب مكبوت، اختيارات غلط، تنازلات عملتها وقلت لنفسك مش مشكلة. الهروب أسهل. الهروب بيدي إحساس أمان مؤقت، كأنك بتقول لعقلك مش دلوقتي، بعدين. بس المشكلة إن بعدين عمرها ما بتيجي، فالعقل يعمل خدعة تانية، يقنعك إنك مش محتاج تواجه، إنك تمام، إن غيرك أسوأ، إنك قوي. بس القوة اللي بتيجي من الهروب مش قوة، دي تأجيل. وتأجيل المشاعر مش بيموتها، بيخليها تتراكم. علشان كده تلاقي نفسك فجأة تعبان من غير سبب واضح، مخنوق وانت مش عارف ليه، فاقد شغف بحاجات كنت بتحبها. الهروب ليه أشكال كتير، مش لازم تجري. ممكن تهرب وانت قاعد مكانك، انشغال دايم، سوشيال ميديا من غير وعي، علاقات تملأ الفراغ مش أكتر، نوم زيادة أو نوم قليل. كل ده هروب. بس الحقيقة مفيش حاجة بتختفي، كل اللي بتهرب منه بيفضل مستنيك جواك. أخطر لحظة مش لحظة الوجع، أخطر لحظة لما تتعود عليه وتسميه طبيعي. علشان كده القعدة مع النفس مخيفة، مش لأنها وحشة، لكن لأنها صادقة. هي اللحظة اللي مفيش فيها ضجيج يغطي الحقيقة. مش مطلوب منك تحل كل حاجة، ولا تواجه كل حاجة مرة واحدة، بس مطلوب تعترف. تعترف إن في حاجات وجعتك، إن في حاجات محتاجة تتشاف، إنك مش لازم تهرب علشان تكمل. ولو المحتوى ده لمسك، اشترك في القناة علشان نوصل سوا لفهم أعمق للنفس البشرية. في الآخر، الهروب بيريحك شوية، بس المواجهة هي اللي بتنقذك. وأصعب مواجهة مش مع الدنيا، أصعب مواجهة مع نفسك.